الزمالك والكويت واسبانيا والكلام ده، شايف ما فييرا من وجهه نظرك كمدير فني يا كابتن حماده، شايف فييرا في تحسن كبير؟ شايف الحاجات اللي بيعملها دي كويسه، ولا شايف لا مش ده وقت فييرا في نادي الزمالك؟ ما هو عشان احكم على مدرب يعني شفتوا 3 ماتشات اهو. لا ما مش كافيين. لا مش كافيين خالص. يعني المدرب عشان احكم عليه كويس هو اللي يشكل فريق من الاول، هو اللي يعمل عمليه الانتقاء، يعمل الاعداد للفرقه، يبتدي معايا الدوري، ابص اشوف فكره عامل ازاي من خلال الماتشات. يمكن تقعد بتحلل المدرب، تحلل اداء اللعيب في الملعب، بيديك انطباع عن المدرب شكله ايه. يعني حتى المستوى البدني وصلت امتى، الفنيا في الملعب، الطريقه اللي بيلعب بيها، المشاكل بتحصل في الملعب بيعرف يحلها. لكن النهارده ما اقدرش احكم عليه. لا ما اقدرش احكم عليه من خلال مثلا تصريحاته، من خلال ماتش الاهلي. في ناس مثلا كونت فكره بعد ماتش الاهلي لك والله ده كويس، ما كناش فاكرينه كده. في ناس يقول لك لا يا عم مش هو. يعني انا سمعت الكابتن ايمن قال لي اتفرج على التدريبات وقعد مع الراجل بيتكلم عليه كويس جدا، بيقول لي مدرب كويس يعني لكن انت حضرتك لسه لا ما اقدرش اجمع عليه. فكره فيه اجمع على مدرب زي ما قلت بادئ مع فرقه هو اللي اختار العناصر دي. ما هو ما اختارش حاجه خالص. طب هيكمل الدوري بقى. يكمل. ما هو بدايه الدوري بقى. تشوفوا بقى من في الدوري خلال يعني. بقى الدوري ممكن بعد 4-5 ماتشات تبتدي بصمته تبان، عرف يعمل التشكيله الصح. لا اختار 11 لعيبه مظبوط، يعني التشكيله لطريقته هو اللي عايز يلعب بيها. هيستغل مثلا حازم امام الصغير ازاي، يستغل مش عارف فتح الله ازاي، يعني ومشاكل اللي تقابله في الملعب بيحلها ازاي، يعني بسرعه ولا بيأخر في التفكير. لا دي بتدي صوره عن المدرب. يا رب ربنا يسهل، نشوف بس سرعه في بدايه الدوري. يا رب. دي اهم حاجه. كابتن حماده نورتنا.